ازيك يا رنا، عامله ايه؟ انا هبعتلك سؤال اخويا كان كاتبه وعايز حد يرد عليه، وانا لقيت ان انت حد مناسب ممكن تردي عليه. مبدئيا هنزله على القناه هنا لان هو ليه علاقه بالنقاب، مش هحطه على القناه التانية علشان هناك مش مهتمين غير بالتربيه بس، ما بقوش مهتمين بحاجه اصلا. انا اخويا اتقدم لبنت، البنت دي منتقبه، قعد معاها رؤية شرعية وقعدوا مع بعض واتكلموا وارتاحوا، وقال عليها أمورة وعسولة وكل حاجة، بس هو عنده تحفظ كده ان هو في المحيط بتاعه ما ينفعش ان هي تكون معاه. يعني هو بيشتغل في مكان ما، المكان ده بيبقى كله زي حفلات وحاجات من دي، وهو طبعا لو عرض عليها هي مش هتوافق، وهو مش هينفع ياخدها كمان علشان الشكل العام هيكون مختلف عن البنات اللي هناك، هيكون مختلف. طب ما انت عارف انها هيكون مختلف يا ابن الحلال، انت عارف انها اصلا منتقبة، انت رايح البيت وداخل البيت وداخل من باب البيت وانت عارف ان دي بنت منتقبة لابسه نقاب زي حالاتي كده او ايا كان شكله، بس ده نقاب. ايه اللي يخليني اخبط على باب واحدة مش هينفع اخدها من ايديها كده ونروح مع بعض حفلة لما نتزوج او نعقد؟ يا ستي انتوا ما سألتوش الاول، يعني ما سألتوش الولد ده، انا بكلم العروسه دلوقتي، انت ايه رأيك في النقاب؟ عايزه اقول لكم ان دلوقتي المفروض اللي يتقدم لواحده يبقى شايف هيكلها كده وكل حاجه، يسأل على الحاجات اللي تهمه. طب انت على اي اساس رحت؟ انت بتروح انت بتجرب حظك، يعني بتجرب عجبتني اشوف الشكل عجبني ولا ما عجبنيش. طب ما انت عارف، انت لسه جديد على شغلك ده، لسه متخرج مثلا، مش عارف ايه شغلك ده، ايه نظامه، ايه حركاته يعني. على كل حال، انت اتقدمت لواحده ولقيتها مش متناسبه مع الحياه الاجتماعيه بتاعتك، يا تحاول تتغاضى عن جزء من حياتك. ما اقدرش اقول حاول تاخدها معاك، لان انت بتقول حفلات واختلاط وحاجات من دي، حتى لو كنتوا انشاد ديني وانت شايف انها مش هتنفع تكون بتظهر معاك في الصوره دي، فحب اقولك لف ورجع تاني، دور على اللي تختارها تقدر تروح بيها حفلات وتقدر تروح بيها اماكن وتقدر. انا مش متحيزه خالص، انا بقول لك اللي ينفعك. مش هتعرف تاخدها معاك، سيبها لبيت ابوها، هو هياخدها معاه وهيجي لها اللي ياخدها معاه في كل حته. لكن انت جاي ومش عارف تعمل ايه، انا حلتها لك، لف وارجع تاني. هتبقى حياتكم مشاكل، هتبقى غمه ونكد ومصايب وقرف، وكل شويه طب خدني معاك، طب مش هاخدك معايا، طب اصل النقاب، طب ما انت واخدني كده من الاول، حد ضربك على ايدك؟ يا ابن الحلال انا بختصرها لك، محدش ضربك على ايدك. شفت انا جايه لك بدغري ازاي؟ لف وارجع تاني، وهي ربنا يرزقها ان شاء الله باللي ياخدها معاه في كل حته. السلام عليكم.